انا مالي؟ كل حاجه متلخبطه الفتره دي. مش عارف انا عايز ايه ومخنوق بسبب ايه. تراكمات بقى، صداع وخنقه. بقيت عايز حد يسمعني وانا اصلا مش عايز اتكلم. بقيت مش عايز اكون لوحدي اكتر من كده، في نفس الوقت مش عايز حد يقرب مني. مش عارف انا مالي. انا مش الشخص المفروض اكون عليه نهائي. حد ما اعرفوش. الفترة اللي أنا فيها دي والله تايه توهان ما يعلم به غير ربنا. أنا ما اتغيرتش بمزاجي، أنا اللي مريت بيه هو اللي غيرني. عمال عافر عشان أبين إني كويس، بس والله ما حد عارف أنا بمر بإيه. أنا الدنيا كلها كسرة بخاطري. أنا ممكن ما يكونش باين عليا الزعل وبضحك كتير، بس وعهد الله ما بقاش فيها حتة سليم. الحمد لله على كل حال. والله يا صاحبي أنا مش هنصحك بحاجة، أنا هقول لك حقيقة مرة. طريق النجاح موحش، وصديقك الأهم فيه هو الوحدة. شئت أم أبيت. هيرجع يتزحم بعد ما تنجح. تلاقي كل الأصحاب رجعوا وكل الناس الجميلة جت وكله بيحبك وكله. عشان كده يعني ابويا ربنا يبارك في عمره كان بيقول جمله عظيمه قوي، قال لك انت قبل ما توصل انت مهزوم، ولما بتوصل انت بتنتصر. وخليك فاكر دايما يا صلاح ان الهزيمه يتيمه والنصر له 1000 اب. انا عارف ان انا اللي هقوله ده صعب قوي مع تكرار الروتين، بس هي دي النقطه اللي بتفصل. ان حضرتك كل يوم الصبح وانت داخل الشغل تعمل حاجه اسمها مايند سيت ريست. كل يوم هو اول يوم، ما تلعبش على الذكريات والبطولات. وفي ظل تنافسيه السوق الخارقه اللي موجوده دلوقتي هو ده الحل، ودي اصعب حاجه في الشغل، انك كل يوم ريستارت. ده هيخليك مش متجدد، ادابتيف، متكيف. دي حتى كونسبت في الثقافه اليابانيه كده اسمه كايزن، ان احنا كل يوم بنحسن حاجه صغيره، كل يوم بنحسن حاجه صغيره. فتفاجئ ان بعد سنه او سنتين الحاجات الصغيره دي عملت فروقات رهيبه، واللي قاعد قدامك يقول لك انا ما شفتكش عملت حاجه، انت ازاي عملت الطفره دي؟ اياك تستهون بقوه تراكم الخطوات البسيطه. احنا كلنا متعودين على الشده، انا هنزل النهارده هكهرب الدنيا، هتكهرب شهر هتريح شهر. والحته النفسيه الصعبه بقى انك لازم تقبل ان ده هيتصلح النهارده وده مش هيتصلح النهارده. الازمه اللي انت بتتفسخ ما بينها، بتحاول تصلح ده وده وده وده، بتشتغل باراليل على التوازي. لا، اشتغل على التوالي. خلص دي، شب على الغيار، انقل على الثاني، انقل على الثالث، انقل على الرابع. دي بقى ترتيبه المايند سيت. الاداره، ما هي الاداره اولها اداره نفسك عشان تعرف تدير الفريق اللي حواليك. انما انت بتروح تحرق نفسك، انت بتروح البيت مش قادر تتكلم، دماغك ما تعمل محدش يكلمني ليه؟ علشان انت ارهقت نفسك كلام وتفكير في الشغل. والازمه بقى اللي بتبقى طاحنه نفسيا هو بعد كل الشغل ده مفيش نتائج، كل اللي عملته مفيش نتائج. ليه؟ علشان مفيش نتائج فوريه. هي لازم تبقى بيبي ستيبس. انت لازم تعمل مع النجاح انه ايجار مش ملك. النجاح ايجار مش ملك؟ مش وانا افهمها. يعني انت لما تبقى مأجر بيت بتقوم تشتغل كل يوم عشان انت عندك ايجار الشهر الجاي لازم يتدفع، غير لما بتبقى متملك بترتاح. نفس الكلام في النجاح. النجاح انت نجحت ده مش معنى انت ناجح الشهر ده، الشهر الجاي مش لازم تبقى ناجح، لازم تدفع الايجار، تعمل شغلك، تعمل الماركتنج، تعمل البراندنج، تشوف العملاء بتوعك. تمام؟ فعشان كده احنا اولاد النهارده. هذا الاستحقاق ان انا استحق اني انا انجح. انا خلاص بقى نجحت وقعدت في البيت. لا، النجاح ايجار مش ملك. عمر ما اتقال ان في حد فضل زعلان ومتضايق وقرفان وبيشتكي وحاله اتصلح، عمرها ما حصلت. ليه يا رب كذا؟ لا، ما هو ليه يا رب كذا؟ طب ما هو ليه يا انسان؟ ما انت معاك كذا وكذا وكذا وكذا، ممكن تعمل بيه اكتر واحسن واكتر، وتشير النعمه اللي معاك مع غيرك تزيد، ساعد اللي حواليك تكبر، تشكر ربنا النعمه تكتر اكتر واكتر. احنا محظوظين، فما نتشتش بقى ورا الناس اللي بتشتكي، ورا الناس اللي بتمسخ طعم اي حاجه حلوه بنعملها، ورا الناس اللي عماله تشيل عينك عن النعمه وتخليك تبص على النقمه، ويخليك دايما حاسس ان انت متاخر او انت دايما ناقصك حاجه او مش راضي باللي في ايدك، مع ان اللي في ايدك في ملايين غيرك يتمنوا اقل من ربعه. ومش نعم كتير اللي هنتكلم عنها، ده انت لو مسكت نعمه واحده مش هتعرف تحصيها. احنا من الناس المحظوظين اللي بنشتغل شغل كويس مع ناس الى حد ما كويسه بمرتب كويس. هل في احسن؟ طبعا في احسن، ويفضل دايما في احسن، ولن يبلع عين ابن ادم الا التراب في الاخر. هل ده احسن حاجه؟ لا، مش احسن حاجه، بس احسن من غيرك، احسن من ملايين غيرك. انت بغيبوبه، فوق لنفسك، فوق عشان خاطر نفسك، فوق عشان خاطر احلامك، فوق عشان خاطر ابوك وامك اللي تعبوا عليك ومستنيين في يوم من الايام انك تبقى السند ليهم، فوق عشان ولادك اللي هيجوا قدام يقول لك يا بابا انت عملت فينا كده ليه؟ فوق يا جدع عشان كل حاجه انت عايزها في حياتك. انت بتضيع وقتك في عز الوقت اللي انت فيه، اليوم بيعدي عليك زي التاني ونايم بالليل. في ناس بتطوي الارض 24 ساعه شغل،
في ناس بتعمل كل حاجه، في ناس شغال شغلانه والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه عشان عنده احلام وعنده حاجه عايز يوصل لها. وانا بقول لحضرتك اهو الموضوع مش محتاج منك شقه، الموضوع محتاج منك انك تبقى حابب اللي انت بتعمله. ايوه حابب اللي انت بتعمله. تعبان؟ ما كلنا تعبانين. مين اللي قال لك ان البني ادم ما بيمرش بظروف صعبه؟ كلنا بنمر بظروف صعبه، كلنا عندنا ضغوطات، كلنا عندنا مشاكل في حياتنا. والله العظيم لو سيبنا بعض نحكيها القاعة دي كلها تعيط. بس المشاكل دي هتعدي، والمشاكل دي مش نهاية المطاف. واللي اقنعك ان المشاكل دي نهاية المطاف ده بيضحك عليك. كل يوم بيعدي عليك النهارده فرصة جديدة. عندي حلم ومش هسيبه مهما شفت راح اكمل، كل خطوة في اتجاهه مهما يحصل فيها هعمل. حلم صعب مش مستحيل، واللي قالوا عليا فاشل بيضحكوا عليا دايما. بكرة يجي الحلم زاحف والنجاح لبابي يوصل. الحياة تحدي واضح، اللي عايز حاجة ليه بيجري ليها. الأحلام مش سهلة أبدا، عايزة حد يآمن بيها. يوم ما تنجح تلقى مرك زال وراح، تلقى ضيقك اختفى. انجح عشان نجاحك هيوجع قلوبهم يا صاحبي. نجاحك هيخلي اللي سابك نفسه يرجع يبقى معاك ونفسه في بصة منك تاني. انجح عشان في قلوب هتفرح بنجاحك وفي قلوب هتتقهر من نجاحك. انجح وما تشمتش حد فيك يا ابن الحلال. النجاح اقوى سلاح تاخد بيه حقك. اشتغل واتعب واجتهد وفكر بره الصندوق وما تسمعش الكلام حد، وتعالى على نفسك واسعى ومره واثنين وثلاثه. ولو ما جيتش اول مره هتيجي الثانيه، لو ما جيتش الثانيه هتيجي الثالثه، ما جيتش الثالثه هتيجي الرابعه. ما تشمتش فيك حد. في ناس مراهنه على فشلك وفي ناس مراهنه على نجاحك. عايزين نكسب الناس اللي مراهنه على نجاحك. انت قدها. اشتغل على نفسك، خلي عندك اصرار، خلي عندك ثقه في نفسك، صدق نفسك وخلي عندك ثقه في ربنا ثم نفسك. هتوصل وهتشتغل وهتكسر الدنيا وهتلعلع، والناس كلها هتقول الراجل ده نجح ازاي، الراجل ده نجح ازاي، ده ما كانش ينفع ننجح، ده فاشل. انت ساعتها هتخرس الالسنه. خليك واثق في نفسك، واثق في ربنا. اشتغل وتعب، قول يا رب، ما تقولش يا عبد. انت قدها والله هتوصل وهتكسر الدنيا. الرساله دي ليك، الرساله دي مش صدفه، الرساله دي ليك. انت جواك حلو وعندك حاجات كتير حلوه، حاول تدور عليها، حاول تبرزها، حاول لما تلاقيها تثقلها وطور من نفسك هتوصل.